في شبوره فعلا باينه كده على الشاشه، ما هواش تصوير ولا اخراج، انما حاله طبيعيه بقى بتقابل. واحنا شفنا قبل كده ماتش اتلغى 5 دقايق في كوبا امريكا من الشبوره اللي نزلت، انما الحمد لله طقسنا هنا كويس الشبوره وهتعدي. فاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. واتنقل لها خالد الغندور عشان يلعبها، يلفها وجول، يلفها وهدف لبشير التبعي. بشير التبعي يحط هدف الاول في اللقاء بعد 33 دقيقة. لسه بقول لحضراتكم ان العاب الهوا بالنسبة لخط ظهر النادي الاهلي فيها كلام، والغندور يلف كورة ويقابلها بشير التبعي ويتقدم الزمالك بهدف جميل من ضربة حرة مباشرة احرزها عبد الحليم علي. هنشوفها مرة تانية اهو، لازم نركز ونشوف الصورة تقرب شوية على محرز الهدف. نقرب على الصورة على محرز الهدف، هنشوفه مرة تانية. ملعوبة حلوة قوي قوي. عبد الحليم علي، عبد الحليم علي في الدقيقة 33 من الشوط الأول يستقبل كرة خالد الغندور بضربة رأس جميلة على يمين الحضري عشان يتقدم نادي الزمالك بهدف كلوبالي. وضربة حرة مباشرة وبيحطها كده، حطت واحد هيشوط، هل هيشوط ويلطشها بوش رجله الخارجي كده ولا هيرفعها داخل كلوبالي؟ وفعلا لطشها بوش رجله الخارجي وجول. خبطت وغيرت اتجاهها وكلوبالي يحط الهدف الثاني لنادي الزمالك. ولسه بقول لحضراتكم شكله هيشوط ومفيش حيطه موجوده، والكوره خبطت وغيرت اتجاهها واطلق قذيفه كلوبالي في الدقيقه 18 زي ما احنا شايفين. يتقدم مره ثانيه نادي الزمالك بهدف لكلوبالي بعد 18 دقيقه. يتقدم الزمالك، تصبح النتيجه 2-1. شكله هيشوط وحاطط الكوره وقلت هيلطش برجل الشمال لطشه اهي، لطش الكوره خبطت في ركبه ابراهيم وغيرت اتجاهها، وعصام الحضري ما قدرش يعمل فيها حاجه ابدا. اهو خبطت وغيرت اتجاهها ودخلت الجول.